مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه التغطية لفعاليات المؤتمر العلمي الأول لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان برعاية الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة. هذا المؤتمر بعنوان الشيعة في السودان، المهددات وسبل المواجهة. من أمام قاعة الصداقة الرئاسية كانت لنا هذه التغطية. هذه المشاركة أيها الأحباب هي عبر 3 نقاط عبر عجالة. أولا أهمية الإعلام، ثانيا وسائل الإعلام المتاحة، ثم أختم بكيفية المواجهة لهذا الزحف الرافضي العنيد. أولا أيها الأحبة، لا يخفى على الجميع أهمية الإعلام في جميع أقطار العالم كله، بل على مر التاريخ كله. ولذلك أول ما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سرا، وما أسلم معه إلا زوجته وصديقه أبو بكر والغلام الصغير علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما أراد الله عز وجل إعلان هذه الدولة أو إعلان هذه العقيدة قال: اصدع بما تؤمر. فهذا هو الإعلان. فصعد نبينا صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم أعلن أنه رسول رب العالمين. ولذلك حتى كفار قريش لما خافوا من بطش المؤمنين في بدر أعلنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ضعفت عزيمة المؤمنين. ليعلم من هذه العبارات أيها الأحباب أن الإعلام هو من أقوى الوسائل لإصلاح الأمم أو لهدم الأمم. ولذلك قديما كنا نعرف أو نتكلم على أن الإعلام يدار بأيدي صهيونية، لكن الآن اشتركت الصهيونية مع الرافضة أجمعون. وكما ذكر شيخنا سلفا عن تلك القنوات الكافرة التي تريد إحباط شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحباب، فلا يخفى أهمية الإعلام، ولذلك من الواجبات أن ننشط في هذه المسألة، أن ننشط في الإعلام على جميع طرقه. لا يعني لما يتكلم كثير من الناس عن الإعلام تذهب أذهاننا إلى المرئي، إلى التلفاز أو إلى القنوات. هناك إعلام ربما أقوى في الإذاعة أو ربما في الصحافة أو في غيرها. حتى من الإعلام الكتب التي تكتب، من الإعلام أيضا أن يكون هناك أناس نذروا أنفسهم لأن يعلنوا حربهم ضد هذه الهجمة الشرسة. إذا علم هذا أيها الأحباب فليعلم بأنه ينبغي علينا أن نجدد الوسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على الجذع فجاء إليه أحد الصحابة وكان يعمل نجارا، فقال: يا رسول الله، أريد أن أصنع لك منبرا من 3 درجات، تصعد على واحد وتجلس على الآخر ثم يتكي على الثالث. فوافق النبي عليه السلام. وهنا أستدل منها على أنه يجوز للإنسان أن يأخذ أي وسيلة من أجل أن يبلغ دين الله عز وجل، بشرط ألا تكون هذه الوسيلة وسيلة محرمة. فكثير من الوسائل الآن متاحة، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى لنا أيها الأحباب. الوسائل المتاحة لنا كل واحد منا يستطيع أن يشارك بها. لا يلزم الجميع أن يكونوا عبر القنوات، ولا أن يكون الجميع منا كتابا، ولا أن يكون الجميع مذيعين في الإذاعات، لكن كل إنسان على حسب ما أعطاه الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وزع المهام، ما جمع الصحابة ثم جعلهم كلهم علماء، وما جمع الصحابة ثم جعلهم كلهم قادة، إنما
اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم من كل أحد ما يحسن، ولذلك جعل أبو بكر وعمر وزيرين، لكن جاء إلى زيد وأمره أن يتعلم العبرية، ثم قال أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، لكنه علم خالدا رضي الله عنه وأرضاه كيف يذبح المشركين على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، كل واحد منا له سبيل يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل. أذكر في هذا الصدد قصة جميلة يذكرها شيخنا الشيخ ناصر العمر حفظه الله ورعاه. يقول: كان أحد الإخوة عنده همة في الدعوة، كان كل الليل يسهر يجمع بعض الفتاوى الشرعية من مطويات ومنشورات، ثم يجمعها ويرسلها. يأتي إلى بعض المجلات العربية، تجدون في آخر المجلات عنده هواية السباحة وهواية المراسلة وهواية، فيقول: آخذ هؤلاء ثم أراسلهم، أحدهم في مصر والآخر في أي دولة من دول إفريقيا. الشاهد يقول: كنت في آخر الليل أعمل هذا العمل، فجاءت أمي عجوز عمرها قد فاق 60 سنة، فدخلت وسألتني وأخبرتها، قالت: يا ابني أريد أن أدعو إلى الله عز وجل. امرأة عمرها 60 سنة ما تحسن القراءة ولا الكتابة. يقول: فقلت لها: إن عملي هذا أجره يعطيك الله عز وجل لإحسانك في التربية. فقالت: أريد أن أخدم دين الله عز وجل. أليس أنت تأخذ الكتاب والشريط تضعه في المظروف؟ قال: نعم. قالت: أعطني أنا من لعابي أخدم دين الله عز وجل، من أجل أن تغلق هذا المظروف. كل إنسان منا يستطيع أن يخدم دين الله، ما يلزم أنه نصعد المنابر، لا أيها الأحباب. عدد الصحابة الذين شهدوا حجة الوداع 100,000 أو يزيدون، ما كلهم نعرفهم، لكن في عقيدتنا أنهم كلهم عدول، لكنهم منهم من مات في أقصى البلاد في دين الله عز وجل. لما جاء الصحابة إلى النبي عليه السلام قال: من تفقدون؟ قالوا: فلانا وفلانا وفلان، وأناس لا نعرفهم. قال: ولكن الله يعرفهم. فالمسألة أيها الأحباب ليس أننا نجلس على المنصات، إنما المسألة كيف أننا نخدم هذا الدين الحنيف الذي نقدمه بين يدي ربنا سبحانه وتعالى عندما يسألنا الله عز وجل يوم القيامة: بما أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبناه؟ هل من أجل أنه عندنا والله كل واحد عنده سيارتين أو 3 سيارات أو عنده عمارة أو متزوج؟ هذه لن يسألنا الله عز وجل عنها يوم القيامة، إنما يسألنا عن هذا الدين، هذا الدين الذي ختمه نبينا صلى الله عليه وسلم بعباراته الجميلة في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فأنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لن أتحدث أيها الأحباب عن عقيدة الرافضة، لكني أتحدث كيف أن نستطيع أن نواجه هذا الزحف. أولا أيها الأحباب، أنا لا أريد أن نواجه أولئك الرافضة، فإنهم أوهى من بيت العنكبوت، لكن يجب علينا أن نحمي أنفسنا. أنا لما رجعت أبحث عن القنوات الفضائية والمجلات والإذاعات عند الرافضة، وجدت هما كثيرا. حقيقة لم يعتريني أمرا منها، لأنها لا تعني لنا شيئا. إلى الآن أنا ما استمعت إلى رجل سني أنه استمع إلى قناة رافضية وأنه أخذ بمذهب الرافضة، ما استمعت إليه أبدا، لأن كلامهم غير منطقي، والكلام الذي يأتون مباشرة. السحر عندهم، تعرفون ما هي هاءات الإمام علي؟ أنا مسكت واحد معه هاءات الإمام علي، يقول: هذا حرز الإمام علي. أيعقل بالله عليكم أن عليا من تربى في حضن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب هاءات شركية؟
اقرأوا كتاب مفاتيح الجنان، مفاتيح الشيطان، حرز الإمام علي، حرز فاطمة، حرز الحسن والحسين، من أرادت أن تنجب، كلام كله هراء. ولذلك أقول أن من داخل الحسينية هو أصلا مهيئ نفسه على البكاء. إذا خرج قل له إيش اللي قال ما يدري، ما يعرف ماذا قيل، لأنه قد غم بآثار السحر أو بالأمور الشيطانية أو بهوى النفس. لكن العالم كله الآن يشهد أنه ما هناك قنوات مخصصة للرد لهؤلاء الأنذال سوى قناتين، وصال وصفا. وصدرت فتوى من كبارهم أن من رآها يصوم 3 أيام، ما أدري يمكن الأيام البيض، ومن رآها يعني غصبا عنه هذا يكثر من الاستغفار. 3 أيام على أنه يشاهد صفا أو وصال. أيها الأحباب، والله يجب علينا أن ندعو لهم في صلاتنا. قناتين، كيف لو أن في كل دولة قناة تحارب هذا الزحف الضال. لا تعجبوا أيها الأحباب من غضبة أخينا ليلة البارحة، وإن كان خرج عن الموضوع، لما قال الرافضة يقتلوننا ونحن نجتمع في المؤتمرات. أقول إن كان هذا هو المؤتمر العلمي الأول فلا يعني من ذلك أننا جئنا هنا من أجل أن نبين خطر الرافضة وكل واحد يذهب إلى بيته، لا. إن كان هكذا فأنا أقول أن المؤتمر العلمي الثاني سوف نحضر، وهذه العمائم البيضاء نصفها أسود، لأن الشيطان يركض مع أعوانه، لكن بالأعمال القليلة. يبارك الله عز وجل بجهدكم أيها الأحباب من أجل نصرة دين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ما أطيل عليكم، أقول كيف أننا ندعو. سمعت من أحد الإخوة اليوم يقول أنه 84 زول أنهم أخذوا مذهب الرافضة، وأنه كنا نحاجهم. إذا أردت أن تتحدث مع هؤلاء لا تتحدث معهم أننا نحب آل البيت، وإنه ليس أن الرافضة يكذبون، لا. تحدث معهم قل الآن نريد أصولكم. أتعرفون يا أيها السودانيون أن الرافضة لما يأتون هنا يريدون أن يعذبوكم في الدنيا قبل الآخرة باسم البكاء على الحسين يا لثارات الحسين في كل عاشوراء؟ أتعرفون أنهم سوف يأتون إليكم من أجل أن يأخذوا أموالكم باسم الخمس؟ أتعلمون أنهم سوف يأتون إلى بيوت أولئك الذين أخذوا بمذهبهم؟ قل للزول، قل له ترضى إنه معمم مجوسي خبيث يدخل إلى بيتك يهتك عرضك باسم دين آل البيت؟ أنتم حدثوهم بهذا من أجل أن يعرفوا. دعونا من قضية حب آل البيت، نحن نحب آل البيت، لكن لنبين عقيدة الرافضة الأصلية. ولذلك بعض الجهل عندنا بل وبعض المتعالمين يرون أنه لا فرق بيننا وبين الرافضة إلا في بعض فروع الدين. وأنا أقول من هذا المكان أن الرافضة كفار، وأتحملها أمام الله عز وجل يوم القيامة. بحسب بحثي في الدكتوراه على قضية خلق القرآن، أجمع الرافضة قديما وحديثا على أن القرآن محرف، أجمعوا على أنه محرف. أتحدى رافضي يقول أن القرآن غير محرف. التقي وما فيهم تقي يقول أن ما بين دفتي القرآن حقيقة كاملا، لكن لما تأتي إليه وتقول والتين والزيتون يقول الحسن والحسين،
والبقرة يقول أنها عائشة، ويقول أن هناك بعض الآيات ليس كلها أنها حرفت أو أنها أخذت من القرآن كأئمة، وكقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. يقول وين علي؟ الشاهد من هذا أيها الأحباب، نحن الآن حربنا مع كافر لا يؤمن بالله عز وجل ولا برسوله، وهذا من كلامهم، لأنهم لا يؤمنون بإلهنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هدى الله عز وجل به أكثر من 100,000. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ 23 سنة ما بقي مع النبي عليه السلام إلا 7 كما يقول الرافضة. أختم كلامي أيها الأحباب أنه لنتقي الله عز وجل ولنحارب هؤلاء أشد من حربنا لليهود والنصارى، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. فلم يرد على تاريخ السنة والجماعة أنه قد ضرب رافضي أو ذبح رافضي، وإن كانوا هم يستخدمون هذه الأساليب، لكن نحن لا نستخدمها، إنما أجرنا هو عند الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيعة على التوحيد تحديدا، أي أصل في دين الله لابد أن يكون ثابتا في القرآن، بيكون بآية محكمة عليها مكررة عليها دليل عقلي. الكلام ده كاتبه الدكتور الدليمي في المنهج الفاصل يعني بين أهل الحق وأهل الباطل، اللي هو منهجية القرآن في إثبات أصول الدين. فلما تأتي للتوحيد بتقول قل هو الله أحد، تقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كذا آية، عشرات الآيات التي هي محكمة في لا إله إلا الله. لو قرأتها أي أمية في السودان أو في مصر أو في أي مكان لا تقرأ ولا تكتب، 6 عجوز تعرف أن الله واحد، مش محتاج الدكتور ياسر برامي يفسر لها ولا الدكتور عبد الغفار ولا أي حد منا يفسر. طيب يقيم عليها دليل عقلي، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، إذا لذهب كل إله بما خلق. هكذا تثبت أصول الدين في القرآن، إلا الشيعة هم الذين خالفوا هذا الكلام. الله كان عاجز أن يقول عين لام ياء في القرآن، ذكر النملة والبعوضة وذكر الحمار في القرآن. كان ربنا ستر في القرآن عين لام ياء وتخلص، علي وإمام وخليفة بعد النبي وانتهت القصة. يعني انتوا عاملين مشكلة في ايه؟ انا بوصل من ده ان الشيعي في خطابك معه انت منتصر عليه لو انت لا تقرأ في كتبه، اصبر عليه الى ان ينهي حديثه ومن فمه تدينه، منتهي القصة. هكذا يعني التعامل مع الشيعي. اخذ من كلام الدكتور ياسر برهامي، قال فتح الرافضة هم مفضوحين لوحديهم لان هم في قنواتهم طلعوا فضحوا نفسهم، والانترنت مليء ب 63 مليون فيديو فاضح لهؤلاء. الدكتور الشيخ ناصر المزيني قال قضية أهل البيت، هو لما يتكلم عن أهل البيت بيدخل عليك الدخلة إيه؟ أنت بتبغض أهل البيت زي ما قلت الصبح، يا سيدي اثبت لي أن التمسك بأهل البيت أصل في أصول الدين. أنا بقول التمسك بأهل البيت واجب، ويمكن الدكتور ياسر برهامي يفسر أكثر مني في الواجب والفرض والأصل. فانت دلوقتي بتكلمني وعايز تهجم عليا بانك انت اثبت لي ان التمسك بآل البيت وارد في كتاب الله. احنا نعرف التمسك بالصحابه، وآل البيت من جمله الصحابه، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان واتبعوهم. يعني احنا خلاص عندنا اصل في ديننا ان نتبع الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم، وآل البيت هم من جمله الصحابه، فهم لم يكونوا يعني او لم يعني تمحى أو تزال عنهم صفة الصحابة، على اعتبار أن آل البيت كانوا مرافقين ومصاحبين النبي، منهم علي طبعا، هم حصروا آل البيت في علي بس. أنا آل البيت كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم آل عقيل، آل العباس، آل جعفر، آل أبي طالب، ودي وارد كمان هذا الحديث عند الشيعة نفسهم. طيب اشمعنى أنت خدت آل البيت فقط علي؟ ماشي،
واشمعنى خدت من أبناء علي الحسين دون الحسن؟ والحسن كان خليفة خامس، خليفة راشد خامس. احنا عارفين ان الإمام الحسن تولى الخلافة بعد أبيه 6 أشهر ثم تنازل بها لعلي. طب ليه أصلا الحسين؟ لما تأتي إلى تفاصيل الأمر، احنا بنتكلم إعلام بقى، كيف نوصل رسالة إعلامية، هتلاقي ان هو اختار الحسين تحديدا لأن الحسين تزوج من شهربانو ابنة يزدجرد في موقعة القادسية، لأن القادسية كانت أسرت شهربانو بنت يزدجرد ملك الفرس، فقالوا لمن نزوجها؟ وكان الحسين جندي في جيش سعد بن أبي وقاص، قالوا نزوجها لابن بنت رسول الله، فتزوج شهربانو فأنجب منها. فلما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي يؤسس لدين الشيعة، التقى مع يزدجرد، وكان هرب يزدجرد بذهبه وأمواله، التقى مع يزدجرد موله يزدجرد الإيراني الفارسي مول ابن سبأ، وبدأ ينشر بقى رسائل سب بين الصحابة اللي حطوها الشيعة أصلا في كتبهم. يعني انتوا عارفين انه في رسائل سب بين الصحابة وبين بعضهم، هذه مكذوبة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن سبأ بدأ يبعت والله الدكتور ياسر بيشتم الدكتور أبو غفار بيشتم الشيخ ناصر المزيني، هذا لا يليق للصحابة. فالشيعة خدوا ده وهم عارفين ان عبد الله بن سبأ اللي وضعه، فوضع عبد الله بن سبأ هذا الدين للشيعة مؤسسة خدمة للفرس وانتقاما من القادسية. فاختار الحسين تحديدا على أساس أنه تزوج من زوجة فارسية وأنجب الحسن والحسين، فالحسن والحسين هم من الزوجة الفارسية. وكان سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه كان متزوج من عربيتين أو من سيدتين عربيتين يعني. طب ليه ما اختاروش مثلا آل البيت من زوجة عربية؟ فتلف اللفة كده تلاقي الدنيا فتبدأ تعمل إلزاماتك للشيعة أو للشيعي تلاقيه اتجنن. وزي ما قلت الصبح عندي 3 أئمة معصومين يوحى إليهم، يعني معصومين من الولادة يعني، وعندهم ولاية تكوينية وعندهم قدرات خارقة. ال3 تصرفوا في موقف واحد اللي هو أصل دين الشيعة الإمامة، موقف مختلف. علي بايع الحسين، قاتل الحسن، تنازل لمعاوية. طيب كيف يصح عقلا يعني؟ مين بقى من دول تصرف بوحي ومين منهم تصرف مجتهد؟ طيب لو هو تصرف وهو معصوم، هذا التصرف يبقى ال3 ليسوا أئمة وليسوا معصومين وما فيش عندنا إمامة أصلا. طب لو ال3 اجتهدوا يبقى ما فيش عصمة، يبقى اتلغت الإمامة. يعني أنا عايز أوصل لك إنك أنت لما تيجي تلزم الشيعي موقف واحد ل3 أئمة لهم درجة العصمة ولهم نفس المكانة، تصرفوا في موقف واحد، أصل دين الشيعة تصرف مختلف. الإمام علي بايع ال3 اللي قبله، الحسن تنازل إلى معاوية وشتم بعدها أن الحسن شتمه ابن أبي ليلى وقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال ولما؟ قال عمدت إلى أمر خلافة المسلمين فعهدت عليه إلى طاغوت يحكم فينا بغير ما أنزل الله. حاضر تمام. فعايز أقول ده يعني دي الإلزامات وده الشغل اللي لازم تعمله مع الشيعي، وهو أضعف شيء. عايز بسرعة هاخد بس دقيقتين يا دكتور، معلش أنا آسف. المسلسلات عندنا إيران بتعمل فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فيلم لمحمد تجسيدا، وكانت قامت الهيئة العالمية للعلماء المسلمين بعمل دعوة. دكتور ياسر يمكن يسمع، ركز معايا دي، كان في فيلم إيراني هيتعمل، سمعت عنه؟ عندهم جودة تمثيل. فدلوقتي هذا الفيلم الإيراني الهيئة العالمية للعلماء المسلمين دعت كل التيارات الإسلامية في العالم السني بتصدي لهذا. ليه؟ أنا وجهة نظري إن هم لما عملوا فيلم يوسف الصديق أو مسلسل يوسف الصديق عندنا، هم عملوا يوسف الصديق على اعتبار إنه ده من أنبياء بني إسرائيل. فبيتهيألي أنا يعني ده رأيي شخصي إن إسرائيل اتفقت مع إيران على إخراج هذا الفيلم والإنفاق عليه. طب إيه السبب؟ حتى تأتي إسرائيل بعد ذلك لتنتج فيلما عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى أن هناك دولة إسلامية تسمى الجمهورية الإسلامية سبقتها في تجسيد وتشخيص شخصية نبي من أنبياء بني إسرائيل. أنا متأكد إن هذا تم بينهما، وقلت الكلام ده من سنتين لما طلعت يوسف الصديق والناس كانت متهافته عليها. إذا بهم من أسابيع فعلا الإيرانية بيعملوا فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة مهمة جدا في طيب استعجلتوني. على أي حال يعني الكلام كتير في هذا السياق، ويعني لا تخاف ولا تخشى من مناظرة شيعي ولا التعامل معه. وكل ما أرجوه أن السني يكون واثق من أدواته كويس، وحتى لو ما عندكش أي معلومات اصبر عليه، هتجد أن كلام الشيعي أوله يناقض آخره، ووسطه ينقض آخره، ووسطه ينقض أوله. عشان لما تدخل على الشيعي أيا كان يعني ما تجهزش ولا تحضر، أنا بقول لك هذا على مسؤوليتي. دعه يتحدث فستجد ال5 دقائق التي تحدث فيها فقط ركز معه وهو بيتكلم،
هتلاقي ان مفيش ولا كلمة منها الا ونقضها في حديثه نفسه. شكرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شكرا. مشاهدينا الكرام، تفاعلا مع التغطية التي تقوم بها قناة صفا قناة أهل السنة في كل مكان، وفعاليات المؤتمر العلمي الأول بالسودان لجماعة أنصار السنة المحمدية بعنوان الشيعة في السودان، المهددات وسبل المواجهة، يسعد أن يكون ضيفنا الكريم في هذه الفقرة الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر. مرحبا بك دكتور ياسر. اهلا مرحبا، الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير. نتكلم الاول منطلقين من المؤتمر الذي نحن بصدده اليوم، وكان لك ورقه حول الاعلام ويعني الشيعة والاعلام. والله الحقيقه ان الغزو الفكري الشيعي لبلاد اهل السنه واضح جدا ان هو ممتد امتداد خطير. وانا يعني لما حضرت للسودان طبعا سعدت بان جماعه انصار السنه منتبهه لهذا الخطر وقامت بتنظيم هذا المؤتمر ودعتني للمشاركه فبادرت الى ذلك. وبعدين ده وجدت ان الامر في السودان اسبق من مصر بكثير واخطر. يعني احنا كنا في عافيه مع قطع العلاقات، لكن دلوقتي في ملحق ثقافي بيعمل مراكز ثقافيه ويعمل لقاءات ويحتفلوا بمولد فاطمة رضي الله عنها مع المرأة السودانية ومولد حفيدها الإمام الخميني كمان. يعني بقى هيتعمل مولد الخميني في الخرطوم، مش بس في اللي سب الرسول في طهران والعياذ بالله. الخميني الراجل يعني نسأل الله العافية. قال لك الرسول يعني لم يكمل دعوته، لم ينجح او لم يحقق العدالة في الارض. دي حقيقة المذهب الشيعي لما يقول ان 23 سنة دعوة جابت 7 انفار، يبقى دي دعوة ناجحة ازاي يعني؟ يعني هذا الامر على فكرة هم ما بقوش مسلمين اساسا الا وبعدين بقى كده انحرفوا الا بجهاد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والا بلاد خراسان دي اللي هي بلاد العراق وبلاد ما وراء النهر دخلت في الاسلام بجهاد مين؟ بجهاد الصحابة رضي الله عنهم اللي انتوا عليهم كفرة. فايه اللي دخلكم في الاسلام انتوا؟ اصلا شيء عجيب. لكن دي حقيقة المذهب الشيعي ان الاسلام دعوه غير صحيحه. يعني انت شايف ان منتشر واستشرى يعني خطره في السودان؟ اولا العدد اللي بيتشاعوا بيزيد، وهناك مدارس ده لسه مش موجوده عندنا في مصر، مراكز ثقافيه، حسينيات في السودان. حسينيات دي مستوره زي ما عندنا في مصر مستوره. بس ان في مدارس يعني ظاهره الشيعة اللي بيقوموا عليها بيعلموا اولادنا، هم اللي بيقوموا على تعليم اولادنا هنا. في بعثات راحت فضلا بقى عن 1000 انا عرفت ان في 1000 منحة دراسية سنويا لسودانيين يذهبوا الى طهران الى جامعات ايران. فاحنا الموضوع ده احنا عطانا فكرة عن اللي جاي عندنا. لما الباب اتفتح، ومصر والسودان واحد. لا والباب اتفتح. ده احنا كنا في العهد السابق ما كانش فيه ولا خطوة من هذا. تدريجيا هتحصل هذه الامور ويبدأ يرجعوا متشيعين او يرجعوا متأثرين. ده لو رجعوا يعني محايدين هنقول ده ايه الانجاز العظيم ده. فما بالك ان هو الاغلب العام بيجوا زي ما بعض الاخوان هنا قالوا لي هيرجعوا ايات الله هنا، يعني بمنزلة يعني هيرجعوا داعين الى المذهب. وهناك من اعلن رسميا يقولوا في ولاية كردفان 86 واحد على تشيعهم. 84 كان خل 84 تخيل يعني. فالامر في منتهى الخطورة. يعني احنا دلوقتي دول افريقيا المجاورة تشهد ذلك، نيجيريا، السنغال، كل الدول الافريقية، الجزائر وتونس والمغرب. الامور يعني دولة مسخرة. ليبيا نفسها فيها شيعة الحمد لله. لغاية في اخر زيارة في حذر، بس ما فيش شيعة لغاية دلوقتي.
يعني كلمني على الهواء في قناه صفا على الهواء شيعي أكيد من ليبيا، قال انا من ليبيا وقاعد في ليبيا وقال اسمه يعني. وارد جدا طبعا ان هو يكون فيه قاعد، بس يعني ربنا عز وجل يسلمهم. واظن ان الحكومه والاخوه القائمين على كثير من يعني المسؤولين في ليبيا منتبهين لهذه القضيه. ما القذافي هو اللي كان بيبني الحسينات في كينيا وفي افريقيا كلها. ما هو القذافي كان هو اللي ساعد على نشر التشيع في السودان، عايز يرجع خلافه فاطميه، ودي المصالح. لا هو اللي رجع، هو اللي فعلا يعني اللي نشر التشيع في السودان. الناس بتكره القذافي اكره اشد من العمى واشد من الموت ممكن، يعني الموت اهون عندهم من عوده القذافي. فلما يعرفوا ان هو اللي كان بينشر التشيع هيكون خير كتير ان شاء الله، هيطفشوا التشيع. يعني انا قابلت ابن عم باراك اوباما، اسمه موسى اوباما، موسى حسين، امام الجامع الكبير في نيروبي في كينيا. قال لي ان اللي بنى المسجد الكبير للشيعة في كينيا القذافي. سبحان الله، كانت معلومة شديدة يعني في 2010 حج 2010. راجل مسلم سني ولا سني؟ هو امام الجامع الكبير السني في نيروبي. اللي هو ابن عم اوباما. ابن عم اوباما. فقال لي ان اللي بنى الجامع او اكبر جوامع للشيعة والحسينات ده الشيعة بتكلفة ليبية، والقذافي بيزورها. هو اصلا القذافي كان بيقول لك نخليها خلافة فاطمية. يعني هو انا يعني الحمد لله الذي عافانا من شره. طيب نتحدث عن مصر، خلينا في الشأن المصري. لكم دور ونشاط يعني على مستوى مصر كلها بعد أن قام الرئيس مرسي وقامت الحكومة المصرية بفتح الباب أمام الإيرانيين لزيارة مصر فيما سمي بالسياحة الدينية. هو طبعا مش سياحة دينية، مش سياحة وخلاص فقط. بس الحقيقة يعني أن بدأت وفودهم تصل إلى القاهرة وليس إلى الأقصر وأسوان. القاهرة دي معناها ايه بقى؟ هيروحوا يعملوا ايه في القاهرة؟ السيدة والحسين. هيروحوا بالظبط كده الى المساجد التي يعني يعتبرونها من العتبات المقدسة. المساجد المبنية على القبور. وعلمت ان هناك اتفاقا لاعطاء حق ترميم هذه المساجد لأناس من الشيعة مع حق الانتفاع او لإيران. لإيران طبعا. ما هي القضية ان ايران هي التي تسعى الى هذا الاتفاق. هو الاتفاق ده اعلن اولا بطريقة غير رسمية، وبعد كده بعد عدة اسابيع قرأت ان وزير السياحة قال ان احنا بنبحث ترميم المساجد اللي هي يعتبرها الشيعة من العتبات المقدسة، اللي هي الفاطمية. اللي بناها الفاطميين. بس غريبة دكتور لما نجد هناك يعني حرص من الشيعة على المساجد الفاطمية، رغم ان الفاطميين قالوا بمهدوية إسماعيل بن جعفر، والأئمة عندهم 7، فلا يؤمنون بالشيعة عموما الاثنى عشرية، يعني ليسوا اثنى عشرية، لأن هم كانوا يظهروا الرفض. هم دي عقيدتهم الباطنة، عقيدة باطنية من أسوأ الاعتقادات، وعقيدة كفرية تنقل عن الملة تماما بلا نزاع. خلاف الرافضة فيهم خلاف، الراجح ان اقوالهم اقوال كفرية فعلا لا شك في ذلك، ولكن معين يحتاج الى اقامة حجة، الا اللي بيقول بتعريف القرآن او يتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، دول كفروا نوعا وعينا. لكن الفاطميين اصلا او المسمون بالفاطميين كانوا اصلا بيظهروا الرفض، كانوا بيظهروا ان هم شيعة، وبالتالي ايران حريصة على مساجدهم يعني. فهي بتدعي ان هي الوارثة. وبعدين طبعا عندك ما هو اشد من ذلك، الطائفة النصيرية في سوريا مثلا. مين اللي واقف بكل قوة ويعلن ان هو لن يسقط نظام الاسد، مع انهم المفروض ان يكفروهم لانه بيعتقد الوهية علي بن ابي طالب والعياذ بالله، متحلل من الدين بالكلية، وبيقولوا قدام الناس كده لا اله الا بشار والعياذ بالله، ويفعل الافاعيل دي كلها. كل ده على امل ان انتصار بشار يفتح له ابواب نشر التشيع في اهل السنه كما حدث في شمال سوريا بالفعل، وان القرى الشيعيه بدات تنتشر بجوار القرى العلويه المسمى بالعلويه يعني، والمذابح بدات تظهر في الساحه. طب دكتور، يعني لماذا هذا التطبيع مع ايران، والمفترض ان النظام السابق كان علمانيا ورافض التطبيع مع ايران، واذا بهذا النظام المحسوب على الاسلاميين يقوم بهذا التطبيع؟ ما هي وجهة نظر يعني وجهة النظر المعلنة بأنها ضرورة اقتصادية، والحقيقة أن إيران أصلا ليس عندها شيء أصلا تقدمه يعني ينقذ الاقتصاد، يعني المبرر اقتصادي فقط يعني، اللي بيقولوا كده. ولكن أنا صراحة أتوجس خيفة من تاريخ طويل يعني جماعة الإخوان عبر تاريخهم من الشيعة. أحد النقاط الأساسية التي تفرق بيننا، يعني التي أدت إلى حصول افتراق بيننا وبينهم في المواقف،
الموقف من الشيعة. ده من ايام حسن البنا، من ايام الاستاذ سيد قطب، من ايام الثورة الإيرانية، ثم جاء الدور على الرئيس مرسي. الرئيس مرسي. طب عندهم ثورة دجاج في إيران، يعني أنا ما سمعته إن الفرخة في إيران ب $25 يعني. دي حاجة يعني سبحان الله. ولسه ده كانت كل وسائل الإعلام يا دكتور والله يعني متناولاها يعني. لا والله هناك يعني اقتصاديين كثر يقولوا علاج الاقتصاد المصري ليس في الأموال الإيرانية. وبعدين أنا بقول يعني اللي خلانا نعمل تطبيع مع أعداء السنة وأشر أهل البدع، ما خلاش نعرف نعمل تطبيع مع دول أخرى بيننا وبينهم خلافات يعني سياسية بس فقط مثلا. يعني الصح ان احنا نسعى اذا كان في لابد من ذلك، يعني نسعى بوسائل مختلفة الى فتح الابواب، والله المستعان. يعني هو على اساس ان التطبيع مع ايران على اساس الخليج ما اداناش فلوس، وعلى اساس ان في ازمه اقتصاديه. بقول لك الخليج ما اداناش فلوس. طب انا لما تقدم لي مشروع النهضه وانا انتخبته كمواطن ما قاليش ان انا هشحت 5 سنين؟ يعني الحريه والعداله لما قدم لي مشروعه عشان اجيب الرئيس مرسي ما قالوليش والله في من شرط من الشروط ان هنشحت 4 سنين الاولانيه في عهد الرئيس، قالوا لنا نهضه و200 مليار دولار. ربما كان الامر ان في عدم معرفه بتفاصيل التركه الثقيله، ولكن الله المستعان. طيب ما هو الدور الذي تقومون به الان للتصدي لمثل هذه الظاهره حتى مرحليا الان؟ والله احنا بنقوم بعمل في لجنه شكلت برئاسه الشيخ الدكتور احمد فريد لمقاومه هذا المد الشيعي ووضع البرامج، وبنستعمل كل ما يتاح لنا من وسائل. بنعمل مؤتمرات وندوات في كل محافظات الجمهوريه متتابعه في كل مكان، بيحضرها بفضل الله اعداد كثيره جدا تلقى قبولا بالغا. في نفس الوقت بيتم توزيع مطويات وكتب عن تفضح حقيقة الشيعة في هذه المؤتمرات وفي الجامعات وفي المدارس، وهناك خطب ودروس، والاهتمام بالمواقع الإلكترونية أيضا في مقاومة هذا الأمر. وبصدد بإذن الله تبارك وتعالى عمل برنامج لدعوة السياح الذين سيأتون إلى مصر. المصيبة ان هم 5 مليون سائح، ده الاتفاق على كده في السنوات القادمة. ففي خطر بالغ، لكن بإذن الله يعني لو يسر الله سبحانه وتعالى، وده ندعو إليه جميع القادرين على ان احنا عايزين نعمل وسائل دعوية لهم، لانه مش كلهم هيكونوا مبرمجين، وناس يعني منهم هيكونوا اكيد من العوام اللي يمكن بإذن الله تبارك وتعالى تغيير فهمهم وتغيير عقيدتهم إلى السنة إن شاء الله. طب دكتور، في رأي آخر بيقول إن يعني هيأتوا بناس عاديين أولا، أعداد صغيرة، ثم بعد ذلك هذه الملايين ستكون حرس ثوري في البداية في النهاية أصلا. لا هو بيقولوا يعني على اعتبار اقتصادهم واقع، يعني زي ما بيقولوا دلوقتي الحرس الثوري عشان ما حدش يختلط بيهم، عشان يعرفهم يركزوا أقدامهم هنا، واللي يجي بعد كده هو العوام. لكن على أي الأحوال احنا علينا ان احنا نحذر يعني المسلمين كما أمرنا الله عز وجل أن نحذر من المنافقين، وهم منافقين يعني بنص الكتاب والسنة، بيبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتوا الإيمان حب الأنصار وآتوا النفاق بغض الأنصار. والحقيقة أنهم يبغضون الأنصار ويبغضون من هو أفضل من الأنصار المهاجرين، ويبغضون أهل بدر، ويبغضون أهل بيعة الرضوان، ويبغضون العشر المبشرين بالجنة إلا علي بن أبي طالب، وليعتبرونهم مخلدين في النار. كل الشرور يبغضون النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله. دي حقيقة الأمر. حقيقة الأمر، وإن الدعوة حبه. طب هل معلوم مثلا يعني أو تفهمون الناس أن إيران هي دولة احتلالية أيضا كإسرائيل؟ دي حقيقة فعلا إن إيران تريد احتلال المنطقة. أنا يكفي آخر تصريح لأحد أكبر المسؤولين، قال: سقوط بغداد معناه سقوط الكويت في اليوم التالي، سقوط دمشق هو سقوط بغداد في اليوم التالي مباشرة. سقوط الكويت في اليوم التالي، أنا أستغفر الله. سقوط بغداد، سقوط دمشق معناه سقوط الكويت في اليوم التالي. يفهموها كما تشاءون. سلوكهم مع دولة جزر الإمارات، احتلالهم اصلا الاحواز العرب الاحواز منطقه عربيه، ولا دخل لها بالفارسيه، ولا دخل لها بالعقيده الشيعيه. انتوا واخدين الارض دي مش ارضكم. وبالتالي هو اصلا في الحقيقه الدوله الصفويه هي نشأت المذهب ده. خراسان كلها كانت سنيه، اللي هي الاسم الاصلي لدوله ايران.
هي كانت سنية ونشرت هذا المذهب بالحديد والنار، وتحالفت مع الدول الاستعمارية لتكون شوكة في ظهر دولة الخلافة العثمانية اللي أوقفت الجهاد. هي الدولة العثمانية المخاطر التي سببتها الدولة الصفوية. طيب هناك رأي آخر يحذر من التطبيع مع العراق على اعتبار أن إيران ربما تقلل الوفود قليلا وترسل لك ناس عراقيين هم شبهنا بيتكلموا عربي لكن في الأصل شيعة. التطبيع مع فليه أنا خايف من إيران ومش خايف من العراق؟ لا احنا خايفين وكلاهما سواء. لا كلاهما فعلا في الحقيقة في خطر داهم طالما بقيت الحكومة الشيعية والسيطرة الشيعية على مقاليد الأمور في العراق. لأن ده بالعكس ده هيكون أخطر لأنه بيتكلم عربي، ولأنه هو عنده ولاء للمذهب لا يقل عن أي واحد إيراني، وهيقدر يخترق بطريقة أكثر. أنا أقول لك أمثلة عرفناها في الصعيد لما رحنا عملنا المؤتمرات. راح واحد تكلم باللغة العربية إلى أحد الجمعيات الخيرية التابعة للدعوة. قال له عايز أعمل صدقة جارية. فقال له طيب، جاب الدفتر وطلع له. أولا راح جاي الراجل فاتح شنطة فلوس، شنطة كلها فلوس، طلع له 1200 جنيه فقط منها، وقال له صدقة جارية. قال له باسم مين؟ قال له باسم الحسين. طبعا الاسم ثلاثي. فبص له قال له الحسين بن علي بن ابي طالب. فالاخر راح جاي رامي له الفلوس وانصرف. دول ما هماش شيعة ايرانيين، لا دول من العراقيين ومن عرب الدول زينا ومن الدول الخليجية اللي هم عندهم شيعة. فالحقيقة ان ده اخطر بالتأكيد. هيجيني بجنسية مختلفة وباسبور مختلفة. لابد ان احنا نكون منتبهين لهذا بطريقة يعني تامة، لان ده مستقبلا هو انقسام في المجتمع المصري. وانا ارى ان الضغوط اللي من بعض الدول الغربية لمسألة حقوق الشيعة والمناداة بحقوقهم المسلوبة وحقوق الانسان لهم، واصلا ما فيش طائفة اصلا شيعية موجودة، ما عندناش. فالامر ده واضح ان هم فشلوا في ان يؤدوا بالصراع، يعني إذكاء الصراع والحرب الطائفية بين المسلمين والمسيحيين. وان الامر ده فاشل وغير ناجح. فمين اللي قدر يعني قدر ونجح فعلا في قسم المجتمعات السنية اللي تواجد فيها كلها؟ الشيعة. طب هل ممكن تعملوا مؤتمر على غرار مؤتمر جماعة أنصار السنة هنا في السودان تجمعوا فيه كافة أطياف التوجهات الإسلامية ليكون رسالة قوية إلى الرئيس مرسي وجماعته؟ والله هذا أحد الاحتمالات الواردة. وكذلك بندرس مسألة عمل المليونية في الوقت المناسب. المليونية لا للتطبيع مع إيران. طبعا. لأن ده ولا لمن يعني التطبيع مع من أيديهم ملوثة بدم إخواننا في سوريا. أنا يعني والعراق الآن يعني إخوة سوريين كثر جدا، والعراق كذلك عندهم يعني ضيق بالغ وسخط بالغ من التصريحات التي يعني قيلت في روسيا من تثمين دولة مصر، جمهورية مصر العربية للدور الروسي في سوريا، وأن الموقف متقارب. كيف ذلك؟ ولماذا يزور سوريا أصلا؟ يزور روسيا أصلا أي مكان يفترض أن في مصالح، بس هل نثمن دور روسيا الداعم لحافظ الأسد الذي يفتك بشعبه؟ مطالبة مسؤولين إيرانيين أن مصر تفعل مبادرتها، المبادرة القائمة على التفاوض مع هذا المجرم الذي يمارس يوميا مجازر النهاردة، تطهير عرقي للساحل تمهيدا لتقسيم سوريا إن فشل في قمع الثورة بالكلية. المخاطر ضخمة جدا. كيف نتفاوض مع مثل هذا؟ على فكرة لا يوجد سني واحد في سوريا يعني يقبل مثل هذا الأمر. نعم. دكتور، كلمة أخيرة توجهها إلى الرئيس ونحن في شاشة قناة صفا، قناة أهل السنة في كل مكان. كررت قبل ذلك وأكرر اليوم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. وكان هناك يعني اشتراط واضح واتفاق وعقد واضح قبل تأييد دكتور مرسي في الانتخابات الأخيرة بأن وجود الشيعة في مصر خط أحمر. نعم. مشاهدينا الكرام، نشكر في نهاية هذا اللقاء الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بجمهورية مصر العربية. شكرا لك دكتور. جزاكم الله خير. شكرا، شرفتنا. شكرا.
قدمنا إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام جانبا من فعاليات المؤتمر العلمي الأول لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان برعاية الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة الرئيس العام للجماعة. وهذا المؤتمر كان بعنوان الشيعة في السودان، المهددات وسبل المواجهة. شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.